السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الوصفه بتاعتنا اختراع تحفه جدا جدا. شايفين الجمال ده كله؟ الجمال ده كله بقى معمول من حاجه موجوده عندنا كلنا في البيت. دي بطاطس بس معموله بطريقه مبتكره، طريقه كده جديده مش متعودين عليها، لكن شكلها تحفه. في البدايه بعتذر بس عن شكل الورق الملفوف في البطاطس. انا ابني صمم ان هو يساعدني وانا مرضتش اكسفه، مرضتش اعدل فيها حاجه علشان ما يبقاش زعلان. يلا بينا كده نسمي ونشوف هنعمل ايه. معايا البطاطس بتاعتنا اللي هنستخدمها اي كميه بقى، على حسب العدد اللي انت عايزاه. هنغسلها كويس جدا باسفنجه كده او بفرشه، ننضفها تماما من التراب اللي بيبقى فيها. وهناخد البطاطسيه كده هنعمل لها كمغزه بالسكينه، وهنرش عليها رشه زيت وكمان رشه ملح، وهنقلب البطاطس كده في الزيت والملح من كل جنب. وزي ما انتم شايفين كده انا قطعت قطعه من الفويل عليها قطعه من ورق الزبده، وهنلف فيها البطاطس وهنقفل عليها كده كويس قوي قوي، وهنلفها من الجوانب زي البونبوني. الوصفه دي الحقيقه انا شفتها عجبتني جدا جدا، وكمان الحلو فيها انها بقى بتقبل اي حشوه، يعني مش هنتقيد بمكونات معينه. اي حاجه تبقى موجوده عندك في البيت كده هنحشي بيها على طول. انتوا عارفين طبعا البطاطس بتلاقي عليها كل الحشوات، تونه، عصاج، فراخ، شاورما، جبنات، وبس خضار اي حاجه. عملت الكميه كلها، دول 5 بطاطسات، وحطيتهم في صاج كده زي ما انتوا شايفين او في صينيه، وهندخلهم الفرن. هياخدوا تقريبا من ساعه لساعه وربع على حسب حجم البطاطس. يلا بينا نجهز الحشوة. انا كان عندي 4 شرايح بالظبط من الفراخ البانيه اللي بنعملها بانيه، الفراخ العادية المقلية اللي بنعملها بانيه. قطعتهم شرايح رفيعة كده، وحطيت عليهم شوية بهارات، ملح وفلفل وثوم وبصل بودرة وكمان بابريكا، وهقلبهم كويس في البهارات وهركنهم على جنب. معايا بقى فلفل اخضر، فلفل احمر، الوان اصفر، يعني برضو الموجود عندك في البيت هتشتغلي بيه، مش هتتأيدي بحاجة معينة. اهم حاجه نقطعهم رفيع زي ما انتم شايفين كده، وبصلايه صغيره او نص بصلايه كبيره برضو هتتقطع مكعبات رفيعه. طاسه على النار فيها معلقتين زيت، هننزل الاول الفراخ تتشوح كويس، يعني تنزل ميتها وتشربها تاني. نديها تقلبتين، واول ما لونها كده يبتدي يغير هننزل البصل الاول تقليبه كمان، وبعد كده هننزل الفلفل الالوان، او طبعا ممكن يكون اخضر وبس. 5 دقايق بالظبط هتكون الحشوه بتاعتك جاهزه. طبعا لو عندك عصاج انت في البيت اصلا جاهز ممكن تستخدميه. عندك تونه ممكن برضو تتبليها كده بزيتون وشويه فلفل اخضر وهتستخدميها، مش هتتأيدي خالص انك تجهزي حشوه معينه. دي البطاطس بتاعتي خدت حوالي ساعه وربع فعلا في الفرن. بطلعها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، استوت خالص. استوت بس هي محافظه على شكلها، يعني البطاطسيه سليمه ما اتهرتش من بره. بفتحها بالسكينه كده من النص بس مش بفصلها عن بعضها، وابتدي كده بالمعلقه اخد البطاطس نفسها وانزلها. بفصلها عن القشره شويه، يعني بحيث انها يبقى لحم البطاطس نفسه موجود في النص، احط عليه الحشوات. حطيت مكعب صغير كده من الزبده وشويه جبنه موتزاريلا، وهقلب كده كله زي ما انتم شايفين، وطبعا رشه ملح صغيره لان قلب البطاطس ما بيوصلهاش الملح. بعد كده بقى احط عليها الحشوه اللي انا جهزتها. اهم حاجه في الوصفه دي انك تشتغلي وهي سخنه جدا، علشان الزبده والجبنه والحاجات دي كلها تسيح من سخونيه البطاطس. وبعد كده هنزين الماء بشويه مايونيز، شويه كاتشب، وشويه فلفل الوان كده على الوش، وبس كده تمام جاهزه على التقديم. طبعا بعد ما فتحت البطاطس وحشيتها كده وجهزتها كلها، بغير ورق الزبده اللي تحتيها علشان هو لونه بيغير من سخونيه الفرن. وبس كده، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. على فكرة طعمها تحفة جدا وطريقة تقديمها جديدة، وشيء لذيذ كده، يعني لما تيجي تقدميه لو عندك ضيوف ولا حاجة في رمضان، وبتليق في الفطار، تليق في السحور، تحطيها في أي وقت. إذا عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.